هذا القرآن الكريم خلال 15 قرن لم يتغير ولن يتغير، منذ عهد الرسالة ثم عصر الخلافة ثم الدولة الأموية وبعدها العباسية الأولى ثم العباسية الثانية، وجاءت دولة السلاجقة والأيوبيين والمماليك ودولة المرابطين والموحدين والدولة العثمانية وغيرها. مرت الدول الإسلامية خلالها بالحروب والدمار والتتار والاستعمار، سقطت دول وقامت دول، وبقي القرآن خالدا لم يتغير. خربوا مدن الإسلام، أبادوا شعبه، قتلوا علماءه، أحرقوا كتبه، أغرقوا تراثه في نهر دجلة، لكن بقي القرآن. كل صفحة وكل سطر وكل كلمة بل كل حرف يبقى حجة على كل إنسان. أيها المستشرق، أيها الملحد، إن كنت لا تؤمن بهذا القرآن فهذا شأنك أنت، أما أنا فإني أتحداك بهذا القرآن. ائتني بأي كتاب تبع أي مذهب أو ملة أو دين أو نحلة حافظ على نصوصه لمدة 100 عام فقط، لا أقول 1400 سنة، فقط 100 عام، لن تجد. ألا تطلبون دليلا ماديا على وجود الله؟ هذا من الأدلة على وجود الله، فأتني بمثله. لا وأزيدك. حفظ الله تعالى القرآن في السطور كما حفظه في الصدور، فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو أحرقت أو اختفت جميع المصاحف عن وجه الأرض لأملينا القرآن من صدورنا.